أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين. إخواني أخواتي الأعزاء المغاربة، تحية لكم كبيرة من هذا المكان أينما كنتم وأينما وجدتم. تحية الجنود المغاربة خاصة، وتحية الجنود العالم كامل عامة كما العادة. أولا وقبل كل شيء، رمضان مبارك سعيد على كل المغاربة أينما كانوا وأينما وجدوا. أردت التكلم على هذا الموضوع ألا وهو شهر رمضان، ولكن لا أتكلم عنه لأن هذا الموضوع لا يخصني الآن. إنما رمضان راك يعرفوا كل مسلم، ويجب على القلوب أن تغير نفسها، والإنسان يدعين الله ويحاول ما أمكن يغير ما بأنفسه، ويحب الخير لعامة الناس ولعامة المسلمين، ويحيد الكراهية والحقد والحسد والبغض إلى ما غير ذلك من الأمراض القلبية. هذه كمقدمة. ورمضان مبارك سعيد مرة أخرى، والله يدخلوا علينا بالهنا والسعادة وراحة البال. الموضوع ديال اليوم اللي بغيت نهضر فيه وهو الفيضانات بالمغرب، وخصوصا القصر الكبير. إلا جينا نهضروا على الفيضانات، فالناس اللي كلات الدق من قبل المطر، وهي دار الشاوي وشفشاون وبعض القرى اللي بعيدة على السد وبعيدة على بزاف ديال الحوايج. بالنسبة للقصر الكبير، فالرسالة هذه موجهة رئيس الجماعة اللي هو السيمو. والسيمو راه ماشي لقب ديالو، إنما اسم العائلة، يعني الاسم ديالو هو السيمو، اسم العائلي. فالسيمو بزاف ديال الفيديوهات اللي خرج بهم واللي مع الصحافة وهذه، وللأسف هذيك صحافة صغرى، ماشي شي صحافة اللي غادي دير معاها بعدا الانترفيو ديالك. المهم، على حساب داكشي اللي باننا حنايا وداكشي الرأي ديالي أنا، على أنه إما هاد السيمو هذا محب للوطن حبا أعمى، أو أنه يتلقى أوامر ويلقي الانترفيو ديالو بداك الحركات اللي ما عندها حتى شي معنى في داك الفيضان اللي وقع. ثاني حاجة، السيد ما عندوش خبرة كافية وما عندوش واحد النبذة على السدود وعلى المجرى ديالهم وعلى بزاف ديال الحوايج فيما يتعلق بسد واد المخازن. هاد السيد هذا عاد تبر رئيس الجماعة، فبدوره من دخل الجماعة وجلس على الكرسي وتفحص بزاف ديال الشغل، فلقى ما يقدرش يصرح هو بهذا الشيء هذا، لأن عيلقى بزاف ديال التراكمات اللي سبقاتو في ملفات اللي ما يقدرش بعدا يحلها. اللي حل الملف اللي حلو عيطوه يرجعو بلاصتو. هذه من جهة. من جهة ثانية، الأوامر اللي كان كيتلقاها من السيد العامل ديال مدينة العرائش، اللي بالدور ديالو تا هو ما عنده حتى خبرة بالسدود ولا بداكشي. المهندسين اولا المهندس ديال الدولة اللي مختص بالسدود والمياه في المغرب ما ربما ما جاش طلل، لأن الإنسان ملي كيشبر المقاعد، راه حنا ولاد بلاد وكنعرفوا هاد الدائرة هادي وكنعرفوا هاد المسيرة اللي كتمشي بها القدوة ديال البلاد. فملي كيشبر ما كيبقاش مسوق رأي اولا القطاع العام، ما كيبقاش مسوق له هو بتاتا، كيبقى مسوق للقطاع الخاص ديالو والناس اللي كيكونوا فوق منه واللي مشيناه واللي كيعطيوه الاوامر باش كينفذها. إذا كان السيمو
مشى طلق السد فراه هو احمق. هادي كيتسمى حماق الا مشى طلق السد، لانه هو داك الغيره وداك الحركات اللي كيدير راه بالجهل ديالو يقدر يدير شي مصيبه اللي ما طيح لكمش على البال. السيد كتهضر معاه هكا كيجاوبك في بلايص اخرين بعيد على المنطق وبعيد على هادي. انت يا سيد سيمو، السيد رئيس الجماعه، اذا كنتي انتينا غيور على قصراوه ديالك وكتبغي القصراوه ديالك، فرساله من عندي انا، واش تقدر تطهر المدينه من الهيروين ومن الكوكايين؟ وهذا الموضوع من طبيعه الحال ما تقدرش تدوي فيه، بعيد عليك وما تقدرش عليه، كتجبر راسك انت عبيده قدام هادشي اللي كنقول انا. الا قدرتي تحيد الغبره وتحيد هادي راه اكثر من داك الفيضان اللي هدرتي عليه واللي درتو عليه داك الضجه ودرتو عليه داك الويله. وهذاك اصلا راه ما فيضان ما والو، الفيضان نتوما عملتوه انت بالخبره الناقصه ديالك، بقوه الجهل اللي عندك وبقوه الغير لا محدود اللي ماشي في المنطق ديالو، اللي ماشي في البلاصه ديالو، مشيتي على اساس عاد تفرغ السد بحال تخوي شي سطان ولا ما فهمتي داك العقليه اللي عندك. وراه مع اطلاق السد وخصك تكون عندك دراسات وحدك مهندسين اللي مختصين في داك المجال باش هما اللي غيقدروا واش تطلق السد او لا. ما تقولش جات تعليمات من الفوق، شكون غيجي عندك في داك التبرطيط هذاك؟ شكون اللي جان عندك وطايح كتاكد على عباد الله بان جاو لي جينيرو؟ واش الجينيرالات غيجيو للقصر الكبير غيجيو عندك؟ واش هذا عقلك؟ وباقي كتوعد الناس بان سيدنا عادي يجي يزور المدينه. سيدنا مسكين راه كامله عليه، كامل مريض مدقدق، واش غيجي يدير عندك؟ واش غيجي يشوف فيك ولا تشوف فيه؟ وهذا الدور ديالك ماشي الدور ديالو. الدور ديالك انت اللي بقوه الجهل ديالك مشيتي طلقتي السد. علاش عطلقوا؟ يلا علاش عطلق هاد السد هذا ومع بنت تشاورتي مع بن والسكينه عباد الله جاري على المدينه كامله؟ واش هذا عقلك ولا؟ بخلاف الناس اللي بقاو تماك مالهم ما وقع لهم والو. علاش ما كنتيش دير واحد النظام اخر اللي المنطقه المتضرره؟ هذا الجهل ديالك، لان الجهل ديالك حنا كنعرفوا القصر مزيان وكنعرفوها من قديم الزمن ماشي عاد دابا، كنعرفوها قبل ما يتبنى السد ومن يتبنى السد. يعني من تبنى السد لدابا ما عمرو كان شي فيضان عباد الله. تا جيتي انت ناس سيمو عاد داير الفيضان، انت كتخاطب الناس حاسبينك واحد القدوه اللي غريبه. كاين الناس منتقدين ديالك، كاين الناس اللي عندها العقل في القصر الكبير اللي فاهمه هادشي اللي كنقول انا، والاغلبيه ديالهم راه واحد النسبه كبيره تبع الكوكايين والهيروين ما كيعرفوا حتى شي حاجه. هادو بعادين على كلشي، هذا الله ديالهم هو الكوكايين والهيروين. هادشي هذا الا قدرتي تستطع السيسيمو تحيد هادشي هذا من البلاد ديالك فراه عملتي واحد الحاجه مزيانه دنيويا، وتا في الاخره راه غيكون عندك واحد الاجر كبير عند الله. ماشي الناس كتوفى كتقيل تجري وكتقيل تدمر على داك الجرعه ولا داك الزبل اللي كيديروه، وانت طايح على بنادم كتهضر في شي حاجه بعيده الفيضان وعاد تدخل التاريخ. واش من تاريخ عاد تدخل له انت؟ اش من تاريخ ديالاش؟ ديال التخربيق. نوضتي طالق السد على عباد الله وجاري على عباد الله، الاخلاء والاجلاء كرها او طوعا، بغيتي ولا ما بغيتيش خصك تخوي. والناس اللي شدات راه بقاو تماك ما خواوش، هذوك هما رجال. المهم هذه الرساله ما بغيتش نطول معك بزاف السي سيمو، لان هادشي هذا ما كيدار في الخطر. ثاني حاجه السكينه الاغلبيه ديالهم بعدا خلعتيهم، تخافوا. السد راه يطرطق راه الطرطق راه المهود ما نعرفتش اني داك الشيء، والناس خافت، راه الاغلبيه خاف وهرب. عاد موراها الناس اللي شي شويه مثبتين وكذا وهذا بديتو عليهم الاخلاء والاجلاء، صح كرها او طوعا، خويتو عباد الله. وهاد السكينات هادو عاوتاني راه سمعوا كيفاش خصكم تخويو وفين خصكم تمشيو، يعني الملاجئ وبزاف ديال الحوايج. وإلا اقتدى بك الامر كاع ما استفتيش مع هاد الناس هادو، فكتقصد دار البشويه ودار البلديه هما اللي يوليو واقفين تمشي. علاش ماشي نهاجمين على السكينه وشي حوايج بحال داك السكينه؟ والسكينه هذه ديال بعد هاد المدينه الاصيله راه كتعتبر مدمره ماره، كتعيش عام الصيف. نتوما عارفين هاد القضيه هادي، راه الصيف هادي اللي دازت فيها 15 يوم، 15 يوم ماشي نجمع فيها بنادم.
يلا كيتقاتل بوغري ورمضان ماجي بزاف ديال الحوايج جيتو نتوما قصراوه وهجمتوا على عباد الله. نقول لكم حنا معاكم ماشي ضدكم، حيت هادشي هذا اللي وقع لكم راه وقع لينا حتى حنايا. علاش غيوقع لنا هادشي هذا؟ ما خصوش اصلا كان يوقع. علاش ما يديروش الراي ديالي مثلا الناس اللي متضررين كانوا يخرجوا من البلاصه اللي فيها الضرر ويمشيو عند الناس الاخرين اللي ما مضارينش، وكان غيبقى كلشي بلاصتو. ما كانت عاد هاد التبهديله بعدا ما راه اصلا ما كانت عاد لا تبهديله لا هادشي هذا اللي العالم كيتفرج فينا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الناس خافت مشاو طلقوا السدود وما عارفين شي، ما عندهمش درايه. هاد الناس هادو راه نورمال كخصهم متابعه قضائيه، كخصهم يجيو هاد السكينه. انا في النظريه ديالي كان كيجيب لي الله، كان الاعتقادات ديالي ان قصراوه ما يرجعوا غيمشيو ديريكت يشبروا هاد السيد هذا يتحاكموا معاه ويديروا معاه القانون اللازم. مشاو الناس فرحانه يو 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 بحال كانوا في العرس ورجعوا نديروهم. يعني دازت عليهم اباء منثورا وعادي وهانيه وكذا. والتوعدات الكاذبه بان كاينه الداع نسيدنا التعليمات الساميه ما عرفت شنو كذا كذا. البلاد كامله ماشيه على التعليمات الساميه، البلاد كامله كتحكم باسم صاحب جلاله، وداك الشيء كامل بريء منه صاحب جلاله. راه كتبقى في الاوراق صاحب جلاله صاحب جلاله، وصاحب جلاله جالس معاك انت ومع هذا ومع هذا كي فردان ولا راه عامل الناس صافي. راه تما كاينه الناس غير امينين. هذوك الناس اللي في ذاك المنصب كيحكموا باسم صاحب جلاله او لا يفتتحون جلستهم باسم صاحب جلاله، فهادو غير امينين. شنو بغيتي يعمل لهم صاحب جلاله؟ صاحب جلاله بعيد تما بريء من هاد الناس هادو. والساكنه بدورها الا سكتت على هادشي هذا فتا هي مساهمه في هذا الاجرام هذا اللي كيوقع. فكانت الاعتقادات ديالي ان هاد الناس هادو غادي يمشيو وغادي يتراجعوا مع هاد السيد هذا، ولا غادي يوقفوا على حده، وربما تكون متابعه قضائيه ويخرج هو بشي تصريح ويقول الحقيقه، ماشي يبقى يكذب على عباد الله. يقول لهم دير الغلط ديالي والخوف ديالي عليكم، مشيت طلقت السد ودارت الكارثه صافي عاديه وسمحوا لي بزاف. وهذه راه حتى هي ابتلاءات وكذا وما تمشي غير في مشتاك الله وحقا راه مشيتو وجيتو ما عرفت شنو وداكشي. ياك خصو يهضر الانسان ويهضر بصراحه باش تكون واحد المصداقيه ما بين المواطنين وما بين داك الناس اللي مسيرين داك المواطنين. وهذا هو الفيديو اللي بغيت نعمل. ما كنبغيش نطول بزاف حيت كنترون في راسي، وهادشي هذا كيدار في الخطر صراحه. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو الفيديو اللي بغيت نعمل. ورساله ستيمو، نتمنىك تحيد وتقبل هذه الرساله هذه ديالي وتحيد هذا الزبل هذا اللي كيدور في البلاد، اللي هو بدور ديالو كثر من الفيروس وكثر من الفيضان اللي جالس كيدمر بنادم. والجيل اللي طالع حتى هو طالع عاد يدمر اكثر من داك اللي هادي. واحد بقى غادا واحد العجينه اللي نقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس دول اخرى عاقات بهذا النظام هذا وحيداتهم بلاد الناس اللي باغا الخير للمواطنين، ماشي بالتخربيق هذا. وهادشي هذا مؤسف جدا. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وعواشر مبروكه وتحيه لكم كبيره اينما كنتم واينما وجدتم.